الحقيقة سواء كنت شخص طبيعي أو مريض فشل كلوي أو عنده حد مقرب منه عنده مشاكل في الكلى، فالفيديو ده في منتهى الأهمية. بعد ما تكون خلصت الفيديو هتبقى عارف كويس جدا أنت كشخص طبيعي تاكل إيه يحافظ على كليتك، أو أنت كمريض كلى إيه اللي تاكله وتبقى عارف إنه هو الأفضل لوجبتك، وإيه اللي تتجنبه على قد ما تقدر. في الفيديو ده هنقسمهم ما بين بروتينات، بعد كده نتكلم عن الفواكه، بعد كده نتكلم عن الخضروات، بعد كده نتكلم عن النشويات عشان فيها كلام صعب الناس بتتلخبط فيها، فانا جايب لكم من الاخر. فورقه وقلم كده واكتب ورايا. ولا حسونه خليني اتفرج على الفيلم. ولا عاوز ايه؟ شوف لي ورقه وقلم. ايه؟ شوف لي ورقه وقلم. بالنسبه للاسماك، افضل نوع سمك لمريض الفشل الكلوي هو سمك القاروص. طيب التونه مش معانا، السلمون معانا، الماكريل مش معانا. بالنسبه للحوم الماشيه يعني لحم البقر بقى وغيره، في قطعتين لحمه نوصي الجزار ان هو يقطع لنا منهم. هتطلب من الجزار يجيب لك حاجه اسمها انتركوت او حاجه اسمها عرق الفليتو، ودول موجودين على جنبين العمود الفقري للذبيحه يعني. تالت حاجه الطيور، افضلهم فراخ من غير جلد، والرومي برضو اختيار كويس جدا. البط يعني بلاش، مش معانا او بحذر، ناخده بحذر. طب اشمعنى الاختيارات دي يا دكتور؟ اشمعنى الاختيارات دي في اللحوم؟ لانه احنا هنا قدام انواع من اللحوم نسبه الالبيومين فيها عاليه جدا. نسبه الالبيومين العاليه دي مهمه جدا لمريض الكلى، لانها بتسحب السوائل المتخزنه في الجسم الحقيقه، فبتساعد مريض الفشل الكلوي او مريض الكلى على انه يتخلص من السوائل الزايده في جسمه. طب نكمل البروتينات اللي معانا. طيب بياض البيض معانا، صفار البيض مش معانا، الجبن القريش معانا، باقي الانواع مش معانا. طب الزبادي كله مش معانا. قال لك بقى يوناني مش يوناني، كله مش معانا. طبعا كلامي اكتر هنا عشان بس الامور تبقى واضحه لمريض الكلى، المريض اللي عنده مشاكل في الكلى. نيجي للبقوليات. دكتور انا لو قدامي عدس وفاصوليا وفول، ايه افضل اختيار؟ توقع انت ايه افضل اختيار فيهم؟ الحقيقه انا قلتهم بالترتيب. العدس هو افضلهم، الفاصوليا بين البنين، الفول هو مش احسن اختيار فيهم الحقيقه. ليه؟ لانه نسبه البوتاسيوم ونسبه الفوسفور اقل في العدس من الفاصوليا من الفول، اكترهم في الفول. فطبعا اكلنا الفول يبقى بحذر. كلامي اكتر لمريض القصور في وظائف الكلى، اختياره الاول يكون في البقوليات العدس. طيب نيجي للمشروم. في ناس كتير جدا بتحب المشروم كمصدر للبروتينات. الحقيقه في فصائل من المشروم ضار جدا جدا للكلى، عشان كده وانت بتشتري مشروم لازم تبقى عارف مصدره ايه. طبعا افضل فصيله موجوده تقدر تاكلها وانت مطمن اسمه الاويستر مشروم. ده فصيله موجوده وغير ضاره الحقيقه، ويعتبر افضل اختيار متاح. نيجي لاخر حاجه، اللحوم المصنعه. طبعا انت عارف الاجابه، مش محتاج ان انا اقولها، وانت عارف رايي في اللحوم المصنعه. ممنوعه منعا باتا، سواء كنت شخص سليم او شخص عنده مشاكل في الكلى. طيب نيجي للفواكه. بس يا دكتور الفواكه يعني اعتقد كلها كويسه زي الفل. الحقيقه الكلام في الفواكه مرتبط اكتر بنسبه الاملاح كبوتاسيوم فوسفور وصوديوم في الفواكه، فبيكون اختيارنا اكتر للفواكه او بنميل اكتر للفواكه اللي نسبه الاملاح فيها اقل، خصوصا في البوتاسيوم اهمهم دلوقتي معانا في الفواكه. نسبه البوتاسيوم بتختلف من فاكهه للتانيه، وده عنصر مهم جدا ان احنا ما بناخدوش بزياده في مريض الفشل الكلوي. يكفي ان اقول لك ان مريض الفشل الكلوي ما ينفعش يزود عن 2000 مللي جرام بوتاسيوم في اليوم. طيب تيجي نشوف كده، لو قدامنا بطيخ وكنتالوب نختار ايه؟ ناخد البطيخ، ما ناخدش الكنتالوب. طب قدامنا خوخ ومشمش، ناخد ايه؟ ناخد الخوخ، ما ناخدش المشمش. طب لو قدامنا فراوله ومانجا ناخد ايه؟ ناخد الفراوله، ما ناخدش المانجا. طب ايه افضل فاكهه لمريض الفشل الكلوي؟ رقم واحد وبدون جدال هي التوت. طب الباباز مش معانا للاسف. طب البرقوق برضو مش معانا. طب الاناناس، لا الاناناس معانا. طب الموز، الحقيقه ان الموز خطورته في انه الموزه الواحده اللي حجمها متوسط فيها تقريبا 400 مللي جرام بوتاسيوم، واحنا قلنا انه مريض الكلى او مريض الفشل الكلوي ما ينفعش يزود عن 2000 ل 2500 مللي جرام بوتاسيوم في اليوم. فممكن ناكل موز بس نبقى عارفين مصادر البوتاسيوم اللي بناخدها باقي اليوم، بحيث انه توتالي ما يزودش عن 2000 مللي جرام في اليوم. طيب الافوكادو معانا ولا مش معانا؟ الحقيقه هتسمع نفس الكلام اللي قلناه في الموز هو نفس الكلام اللي هنقوله في الافوكادو. طب يا
دكتور ده كل الناس بتحكي وبتتحاكى عن فوائد الافوكادو. فعلا الافوكادو مهم جدا، بس احنا هنا قدام مريض فشل كلوي. ال 100 جرام افوكادو فيهم تقريبا 500 مللي جرام بوتاسيوم. يعني تخيل انت لو اكل ثمره افوكادو كامله هيخش جسمه كام مللي جرام بوتاسيوم. فاحنا بنقول ماكسيمم ربع ثمره، يعني ربع ثمره افوكادو يمكن تناولها عادي. طب الفواكه المجففه، هتسمع مني كلام في الفواكه المجففه زي اللي قلته بالظبط في اللحوم المصنعه. انا ضد الحاجات دي تماما. عايز اقول لك ان نص كوبايه فواكه مجففه فيها تقريبا 750 مللي جرام بوتاسيوم. عشاق الخشاف في رمضان خلوا بالكم. نيجي بقى للخضار. نخاف من ايه بقى في الخضار؟ السبانخ. للاسف السبانخ، نص كوبايه سبانخ فيها 800 مللي جرام بوتاسيوم. دكتور انت عمال تعد لي في ارقام وتلخبط فيا. الحقيقه ده مهم جدا، لان نص كوبايه سبانخ فيها تقريبا نص كميه البوتاسيوم اللي ينفع ياخدها مريض الكلى في اليوم. كل يا سيدي سبانخ، بس خلي بالك ما تاكلش اكتر من نص كوبايه، يعني ما يعادل نص كوبايه، لان انت باقي اليوم هتاخد بوتاسيوم من مصادر تانية كتير. اللهم بلغت اللهم فشل. طب البطاطس في حركه حلوه جدا ممكن نعملها في البطاطس. ننقع البطاطس في ميه بارده لمده 10 دقائق قبل الاكل. الحقيقه ده بيخلينا نقدر نتخلص من 20% من البوتاسيوم الموجود في البطاطس. نفس الحركه نعملها مع القرع، قرع العسل، نفس الحركه اللي عملناها مع البطاطس، موضوع النقع ده. البروكلي مش معانا للاسف. طيب بالنسبه للتسالي، اللب والحاجات دي، ممكن تاكل كل انواع اللب، بس طبعا ما تكونش مملحه على قد ما تقدر. بس في نوعين ما ناكلهمش كمريض كلى، يفضل ان هو ما ياكلهمش: لب عباد الشمس واللب الابيض. طيب نيجي بقى للنشويات. طبعا سمعت وبتسمع وهتسمع كلام فيها كتير جدا هيلخبطك وما تبقاش عارف انت رايح فين وجاي منين. انا جايب لك من الاخر وجايب لك الخلاصه. اولا، رز ولا عيش؟ قولا واحدا رز. بس طبعا احنا مش هنعيش حياتنا كلها على الرز. يعني انا هقول لك الرز نختار ايه، ولو عيش نختار ايه. نتكلم الاول على الرز. خلينا اشرح لك حاجه صغيره بس بخصوص الرز. احنا عندنا الرز يا اما بني يا اما ابيض. يعني ايه يا دكتور، وفي رز بني ورز ابيض؟ طبعا في ناس كتير تعرف كده. افهمك الفرق بين الاثنين. الرز البني هو باختصار حبات الشعير لما شلنا القشره بتاعتها بقت الرز البني. طب الرز الابيض هو حبات الرز البني بس بعد ما شلنا الطبقه الخارجيه اللي هي النخاله اللي هي الرده وشلنا الجنين بتاعه. طب الفرق هنا بينهم بيكون في ايه؟ الحقيقه ان الرز الابيض عشان ما فيهوش طبقه النخاله الخارجيه او الرده، فبيكون نسبه الالياف والاملاح فيه بتبقى اقل. عشان كده هو كونه نسبه الاملاح فيه اقل فهو الاختيار الافضل لمريض الكلى. بس هل الكلام هنا واقف؟ خلاص كده اخترنا الرز الابيض بس؟ الحقيقه الموضوع مش واقف هنا بس، لانه اغلب مرضى الكلى هم مرضى سكر، يعني معظمهم مرضى سكر. فالرز الابيض هنا مش ادق اختيار، لانه الرز البني نسبه الالياف فيه اعلى، لانه طبقه النخاله لسه موجوده، فسرعه امتصاصه في الدم بتكون ابطا، فمعدل رفع سكر الدم بيكون ابطا. عشان كده هو افضل لمريض السكر. طب انا عندي مريض كلى ومريض سكر. مريض سكر افضل له الرز البني، ومريض الكلى افضل له الرز الابيض. ايه الحل هنا بقى؟ طبعا بنرجع هنا لنوع الرز اللي جاي منه الرز البني او الابيض. السوق منتشر فيه نوعين: رز بسمتي ورز السخا اللي هو الرز اللي بيتزرع في مصر. طيب الافضل هنا بينهم ايه؟ الاختيار الافضل هنا الرز البسمتي الابيض. جمعنا بين المستين، ما بين البسمتي اللي هو معدل رفع السكر اقل، وما بين الابيض اللي هو الاختيار الافضل لمريض الكلى عشان املاح اقل. طب نيجي للعيش. العيش في منه عيش ابيض اللي هو مخبوز من الدقيق، يا اما عيش حبوب كامله يعني معمول من الحبوب قبل ما تطحن وتبقى دقيق. لما هنقارن بين العيش الابيض وعيش الحبوب الكامله هنستدعي نفس الفكره اللي قلناها في المقارنه بين الرز الابيض والرز البني. العيش الابيض يعني املاح اقل والياف اقل، عشان كده هو انسب لمريض الكلى. بس برضه هنسال نفس السؤال: مريض الكلى يا دكتور معظمهم مرضى سكر، فالعيش الابيض ده هيرفع لهم السكر في الدم. في الحاله دي لو مريض كلى مصاب بالسكر ففي حاجه اسمها عيش البرغل. عيش البرغل ده بتروح عند العطار تطلب منه برغل يوديه للمخبز يخبز لك عيش. عشان كده بنقول انه مريض الكلى في اختياره للرز يختار الرز الابيض البسمتي لو كان مريض سكر مع الكلى، ويختار العيش الابيض لو مريض كلى بس
او عيش البرغل لو مريض كلى مصاب بالسكر. اتمنى في نهايه الفيديو يكون عندك داتا كامله عن نظامك الغذائي عشان تحمي الكلى بتاعتك وما يحصلش فيها تدهور اكتر لو انت مريض كلى، او تحميها وتحافظ عليها لو انت شخص سليم ما عندكش مشاكل في الكلى. دمتم سالمين. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.